الحديد هسه يقرأ لي. أنا هسه مو بالعراق ولا بأي دولة عربية، ولكن كل اللي حوالي محلات عربية. يعني أنا اليوم شارع العرب في بانكوك، هذا الشارع سامع بيه من أول ما جيت إلى بانكوك، ولكن اليوم قررت إنه أجي وأشوف شنو موجود بشارع العرب. السلام عليكم. حبيبي، عرفنا على اسمك. أنا علي من أهل البصرة، عايش هناك هذه 15 سنة. حياك الله. بعد ما تعرفنا على الأخ علي دخلنا إلى هذا المطعم العراقي في بانكوك، وقررت أطلب الكباب العراقي الرهيب. الحديد هسه يقرأ لي. شوفوا لي هذا الخبز العراقي وهذا الكباب ما شاء الله شيء كبير. خلينا ندوس. فونا صديقي من تايلاند راح يجرب الكباب العراقي. أروي ما يخاف. الكباب صراحة كلش طيب، ولكن شوية جاف، أنا أحبه يكون جوسي وبيدهن أكثر. وسعر نفر الكباب هذا كان 10,000 دينار عراقي، شوية غالي ولكن شيش الكباب كبير. أيضا سويت مقابلة طويلة ويا الأخ علي اللي صار له 15 سنة عايش في بانكوك وما راجع إلى العراق أبدا. سولفنا عن حياته، شلون إجا إلى بانكوك وشنو يشتغل هنا. إذا تحبون تعرفون تفاصيل أكثر عن هذه المقابلة شوفوا الفيديو كامل على اليوتيوب، موجود الرابط بالبايو. وأيضا راح تشوفون جولة مفصلة لشارع العرب وشنو بيه من مطاعم ومحلات وشلون كانت تجربتي بهذا الشارع. فشكرا على المشاهدة.